اما عن خلطه المحشي ففي طرق مشهوره ليها، واشهرها هي اللي ني في ني، فهي ليها لكل محافظه طريقه ولكل بلد طريقه، لكن طريقتنا هتكون جامعه شامله. نحضر حاجتنا قبل ما نبدا ونسمي الله. هنفرم بصلتين فرمتين حلوين بس من غير ما يبقى ناعم معاك، يعني كاننا مقطعينه بالايد، ونقول ما يعادل كيلو طماطم مضروب في الخلاط لكن بحنيه مش ناعم. ولو ما بتحبش قشر طماطم شيله قبل ما تضربه، بس عايزينه يبقى فيه تكتلات وكانه مقطوع بالايد بس عشان كله في الانجاز. وبرغم اني بقولها وهفضل اقولها دايما، الله يكون في عون كل راجل ما هوش عارف الفرق بين الكزبره والبقدونس، الى اننا هنقطع الخضره اللي هنحتاجها، شويه شبت على بقدونس على كزبره، هنزود شويه نعناع معاهم، هناخد رزمه حلوه منهم كلهم وغسله محترمه، ونبدا فرم فيها اصغر ما يكون. وبكده كل حاجه المحشي على وشك انها تكون جاهزه. هنروح على البوتاجاز حلتنا الحلوه وننزل بمعلقه سمنه وربع كوبايه صغيره من الزيت عشان السمنه ما تتحرقش، وفي ناس بتزود الزيت شويتين عشان الرز يطلع مفلفل وبيبرق. ومع التسخين والطشه بالطرقع ننزل بالبصل ياخد تقديحته، بس هنشوحه سيكه حبتين. وخلي بالك الخلطه دي اساسها البصل والفلفل بكل اشكاله، يعني هنتقل في تشويح البصل لحد ما يغمق شويه وننزل عليه بمعلقتين صلصه. وبمناسبه علبه الصلصه خليني اقول لك نصيحه على السريع عشان تحافظ على علبه الصلصه اطول فتره ممكنه من غير ما تعمل عفن معاك. لما تفتح البطرمان او البرطمان عشان تاخد حبه ما تستخدمش معلقه مستخدمه، استخدم معلقه نظيفه، وطبعا لازم تتقفل كويس وتتشال على رف الثلاجه او تحت، ودي طريقه هتحافظ بيها على الصلصه ومش هتلاقي فيها عفن. نرجع بقى للصلصه اللي بتتقلب مع البصل لحد ما يسلموا على بعض، وكله بالحب، وعشان هو بالحب هننزل عليه بالفلفل الشرايح الصغيره مع معلقتين هريسه حار. وطبعا يا ساده عارفين اننا بنحب الشطه كتير، لكنها مش اساسيه بالنسبه لك، اختياري للي بيحب الحار بزياده. تقليب مستمر في كل اللي نزل لحد ما الخليط يبقى كله متظبط والريحه عامله قلق. هنا بقى جه دور الطماطم اللي ضربناه، ننزل بيه على الخليط ومستمرين في التقليب. بالمناسبه انت صليت على الحبيب ولا لسه؟ حد هيقول لي هنسيب الخليط اللي على النار المتوسط ده قد ايه؟ هقول له تقريبا 5 دقايق بالكتير، يدخل بس في مرحله التسبيك، وبعدها ننزل عليه بفصين توم مهروسين ونكمل تقليب. والهدف هو اننا نحافظ على طعم التوم قدر الامكان. نغطي عليه 10 دقايق بالكتير على نار متوسط لحد ما يتشرب ويتسبك وتلاقي الدهون على الوش بترفرف. طفي النار وانزل عليه بكل اللي هقول لك عليه. ننزل بكيس بهارات كنور ال 11 بهار، بس هنحتاج معاه معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ومعلقه كمون ومعلقه كزبره ناشفه ونص معلقه بابريكا، وطبعا انا بتكلم معلقه دي يعني معلقه صغيره. اديها التقليبه المحترمه الاول، وبعدها هننزل عليه بما يعادل كوبايتين رز. ويا سلام بقى لو كان الرز نضيف مش محتاج يتغسل، يبقى وفرت على نفسك طعم هيطير منك بسبب ان الرز بيتشرب. نقلب بقى الرز مع الخليط كويس قوي وهو بيبرد كده، وعلى الهادي ننزل بالخضره اللي حضرناها، ودي خليناها اخر حاجه، وكمان على البارد شويه عشان الخضره ما تتبلش، تفضل خضراء قدر الامكان. وبكده تقدر تحشي بيها اي حاجه او تحتفظ بالخلطه دي في الفريزر حد اقصى اسبوع، وده بسبب انها متبهره. وصلت ولا لسه يا ترى؟ بالنسبه للمحشي فحضرت البتنجان والفلفل عشان دول اللي بنحبهم، وطبعا بعد تقويره محترمه واللي سبق وشرحت طريقتها وهي زي ما انت شايف. بعدها غسله نظيفه ونركن الكل على جنب عشان نبدا الحشو بسم الله. اهم تركايه معانا في الحشو هو اننا نحشي بس مش للاخر عشان نسيب فرصه لما الرز يستوي هيزيد. وبالنسبه لقعر الحله امرها سهل، شويه طماطم شرايح على فلفل او خضره، بس بلاش قلب البتنجان عشان ما يسودش معاك اكتر ويمرر البتنجان وطعمه مش هيتظبط. نرصص بقى المحاشي بتاعتنا بالشكل اللي يرضيك واللي يكيف دماغ معليه. احنا هناخد الكميه كلها في الحله المتواضعه دي ونبدا نجهز شوربتها. وعشان نعمل شوربه المحشي واحنا ما عملناش ولا لحمه او فراخ، عادي حله متوسطه وانزل فيها بميه سخنه. وبما ان بحب طعم الدجاج اكتر من اللحمه فهندوب واحده مرقه دجاج وندوبهم مع بعض وننزل عليهم بمعلقه زيت ونص معلقه سكر وزيهم ملح وزيهم فلفل اسود. التركايه الاخيره بقى هي فصين توم بس مش مهروسين زي ما هم، عليهم معلقتين صلصه. وطالما هنسوي دلوقتي يبقى ناخدهم على النار لحد اما نديها غلوه. ما هو كل اللي فات ده احنا بنعمله على جنب لسه ما حطيناهوش على النار. اول ما تاخد غلوتها على النار نبدا بقى نصب على المحشي لحد اما نغطي 3/4 الكميه فقط لا غير. اما بقى لو بتسوي ورق عنب او كرنب فلازم الكميه توصل لحد تحت اخر صباع. اما عن التسويه فطبعا زيها زي الرز بالظبط، نار عالي لحد اما نشم ريحه المحشي طالعه يا غالي، نهدي النار على الاخر مع التغطيه لحد اما يكمل تسويه. وبالنسبه لي هطلعها كالعاده وعلى طاسه متشوحه بمعلقه سمنه وعود روزماري، ناخد المحشي اللي استوى نشوحهم فيهم عشان الكرش يتدلع على الاخر، وتلاقي المحشيايه في الاخر بتقول لك تعالى لي، ده شغل فاخر من الاخر.